في ناس بتفكر ان الحب لوحده كفاية، بس الحقيقة ان من غير احترام الحب بيتحول لحاجة تانية خالص. هقولك ازاي تحب وتحافظ على كرامتك من غير ما تخسر العلاقة. فما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناة. وزي ما انتوا عارفين ان احنا هنا في انتيكا بنحكي علشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الحلقة. عمرك شفت اتنين بيحبوا بعض جدا بس واحد فيهم دايما بيكسر التاني بكلمة او تصرف؟ في الاول التاني بيتحمل عشان بيقول المهم انه يحبني، بس مع الوقت الحب ده بيتحول لجرح متكرر. والمفارقة ان الجرح دوت بيخلي الحب يختفي اسرع من اي حاجة. فكل مرة بتوقف وتقول انا استاهل احترام، انت كده بتحافظ على نفسك وعلى الحب كمان. وفي علم النفس بيقول ان الدماغ بتفسر الاهانة كتهديد حتى لو جاية من شخص بتحبه، يعني جسمك وعقلك بيتعاملوا معاها كأنها في خطر، وده بيخلي العلاقة تبقى مرهقة بدل ما تبقى في أمان. الحب الحقيقي مش مفروض يبقى بمعركة نفسية كل يوم. أمانك النفسي أهم هدية ممكن تقدمها لعلاقتك. عارف قصة البنت اللي كانت مستعدة تعمل أي حاجة عشان تحافظ على خطيبها، لدرجة إنها كانت بتتقبل الإهانات وتضحك قدام الناس؟ في يوم بسيط جدا وسط كل الدوشة جملة صغيرة من صاحبتها قالت لها هو بيحبك بس ما بيحترمكيش. الجملة دي بقى قلبت كل الموازين حياتها، ومن هنا أخدت قرار إنها مش هتقبل حب يقلل من قيمتها. أوقات كلمة واحدة بتفوقك إن الحب من غير احترام عمره ما هيكمل. والأغرب الشخص اللي بيقلل منك بيبدأ يحترمك أول ما يشوفك بتحط حدود، واللي كان شايفك ضعيف بقى فجأة بيتعامل معاك بمنطق مختلف. يعني الحدود مش بس بتحميك، دي كمان بتعلم اللي قدامك إزاي يحبك صح. الاحترام مش ضد الحب، هو ده اللي بيخلي الحب يعيش. وفي الآخر لازم تبقى عارف إن الحب من غير احترام زي بيت من غير أساس، شكله حلو من بره بس مع أول هزة هيقع. فنيجي بقى للسؤال المهم، ازاي بقى تحب وتحافظ على كرامتك؟ بالبساطة كده انك ما تقبلش حب ناقص، لانك تستاهل الاتنين، الحب والاحترام. وبس كده، وهنا بنيجي لنهاية حلقتنا، واتمنى الحلقة تكون عجبتكم، والى اللقاء في الحلقة القادمة.